تفسير كينا مانتا وسورة ماعون وسورة مكي وحاني سودكتي انتانو النبي صلى الله عليه وسلم الدين أسهجرون وانا سورة كوبان تدبا آيادات وحيكو سابسانتا سورة دواء موجنيسا استعمال لغو يقانو اما علامتها لغو يقانو تدك آن آخر رميسنين وأبا القدك إيه حسابت آخر رميسنين تدك استعمهو دا اي سورة الشيكيسا حدبا اينو قدقلنا تفسير كينا. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku bilaabayaa magaca Allah ee naxariista guud iyo midda gaar ah naxariista. أرأيت الذي يكذب بالدين. Allah waxa uu yiri ka waran midka beeniya abaalgudka aakhiro waa maalinta yawmul qiyaamah. فذلك الذي يدع اليتيم. kaasi waa midka agoonka riixa taas oo macnaheedu ay tahay agoonka xoolihiisa ayuu qaataa oo ku xadgudbaa oo ka riixa يأغونك وحاو حق ليهي ولا يحض على طعام المسكين أن كبورينين قودين تمسكينك تاس أو معنيه ذو أيتهاي قفك أن مسكينك أو هرلين إيدتك أشيغين إن مساكين تعاويان أو وحسيان فويل للمصلين هلاك أيا أسقناضي كوة كذا تاس أو معنيه ذو أيتهاي تدك قار كميدا أيا صلاة كذا صلاة دون الصحماها الله وحاو الشاقي كوة سيني هلاك سمين عقاب على نوي سويسا الذين هم عن صلاتهم ساهون كواسو يجو صلاة دو هالمانسان الذين هم يراءون كواسو يجو ددك استسا تاس أو معنيه ذو أيتهاي waxay u tukanayaan magacdoon waxay u tukanayaan hal idin sheego waxay u tukanayaan hal idin arko siniyadahaana u tukamayaan oo dar Allah subhanahu wa ta'ala u tukan maayaan ee dadka ay istusayaan oo magac ay ku doonayaan dana kale ay u tukanayaan wayamna'una al-ma'un unadiida alaabta la isku kaalmeeyo walaaladayda muslimkaayo waa walaalkii maxamed warti cali oo idile tafsiirka si sharigareeya walaaladayna muslimiinta gaarsiiya ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka idin saaro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.